هو انا اجي اقول لك عدم التعامل مع هذا الوكيل وانت تروح من وراه تتعامل معاه وتعمل معاه عقودات؟ دي قصه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ صلوا على النبي وما تنسيش اخوك في التعليقات. والله المواضيع اليومين دول في الاهلي غريبه، يعني موضوع كتير غريبه. واللي تفتكره موسى يطلع فرعون، ما تفهمش. والله ما تفهم، حاجات غريبه كده بقى بتحصل في النادي الاهلي. يعني هو بص، هو كل مده لازم يحصل كبوه في الاهلي، وكل مده لازم يحصل غربله في الاهلي، وكل مده لازم يحصل مشاكل في الاهلي. والمشاكل دي ما بتكملش موسم، وان شاء الله مش هنكمل الموسم، وبعد كده الاهلي بياكل الاخضر واليابس وكله اي حاجه قدامه. هتقول لي هو ليه الكلام في البدايه كده؟ هقول لك ليه بقى الكلام في البدايه. ادم وطني، طبعا ادم وطني اتذكر اسمه كتير قوي اليومين اللي فاتوا على الساحه من بعد موضوع، وخصوصا بعد موضوع وسام ابو علي. ادم وطني اللي ما يعرفوش ده وكيل لاعبين، حلو. جاب لمحمد عبد المنعم عرض وصفره، وجابوا اسامه ابو علي عرض، وكان في المشكله بتاعت اسامه ابو علي اللي كنا عارفينها، لا اسامه هيمشي، لا مش هتمشي، لا طب عاوز يروح امريكا، طب احنا جايبين له عرض مش عارف منين، لا. وادم وطني هو اللي خلاه مش راح امريكا. فساعتها كابتن خطيب بعد موضوعه مع كابتن محمد يوسف مدير الكوره، طلع كابتن خطيب اللي هو رئيس النادي وقال ممنوع التعامل مع ادم وطن. الكلام ده كابتن خطيب قاله بعد حوار وسام ابو علي، وبعد حوار محمد يوسف، كابتن محمد يوسف. ويطلع لنا النهارده ادم وطن وكيل اللاعبين ويعمل شويه تساريح، يعني يتقال عليها انه قلبه جامد، واثق من نفسه، مالوش احترام خالص، مش محترم اي حد، ولا اهلي ولا اي حاجه ولا اداره ولا اي حاجه. واحنا اللي عملنا في نفسنا كده. لما الكابتن امام عاشور ربنا يشفيه، هو كل الناس بتحبه وعارفين انه احسن لاعب في افريقيا، ويطلع ويروح يعمل تعاقد وكيل لعيبه مع ادم وطن، والكابتن الخطيب قال له مفيش حد يروح يتعاقد معاه ولا يتعامل معاه. فاداره الاهلي لازم يبقى لها رد فعل في القصه دي، وخصوصا بعد التصريحات اللي انا هقولها لكم دلوقتي. يعني مثلا اول تصريح، انت تم التعاقد مع امام عاشور؟ نعم انا تم التعاقد مع امام عاشور. طيب يا عم مبروك. التصريح اللي بعده، الاهلي لو عاوز يجدد لامام عاشور، الاهلي اللي فيه الاداه الاتصال بيا، يتصلوا بيا انا اللي اقعد معاهم وانا اللي اتفق معاهم. تالت تصريح يقول لك ايه؟ الفرق الكبيره ما تقفش قدام اي لعيب عاوز يحترف بره. وانا هقول لكم شويه التسريحات ديت، وهقول لكم يعني تعليق على الموضوع ده ايه. وكمان قال ايه؟ انا جبت للاهلي 650 مليون جنيه وما خدتش مليم. يا عم تشكر. ويقول لك ايه؟ انا بحترم الاهلي. تمام تسلم يا عم. ويقول لك امام الافضل في مصر وافريقيا. كلنا عارفين اللي امام عاشور الافضل في مصر وافريقيا بعد الموسم اللي هو عمله مع النادي الاهلي وتألقه. ماشي تمام. وانا هقول لك برضو ردي بعد ما اقرا لكم التعليقات. استطيع ان اجلب 10 عروض من الدوريات الخمسه الكبار، وبرضه هجيب منه الدوري السعودي اذا لم يتصل بي اداره الاهلي للعرض عليا في التجديد لامام عاشور. يعني لو انتوا ما ردتش عليا ان انا هجدد لامام عاشور، انا مستعد اجيب له 10 عروضات كبار من الدوريات الكبيره الخمسه، وكمان ممكن اجيب له من السعودي. ايه تاني؟ وانا الوحيد المخصص لامام عاشور، وان الاهلي لو عاوز يتعاقد مع امام عاشور يجي عن طريقنا. طيب هو باين كده ان ادم وطني في طار بينه وبين اداره الاهلي، وطار كبير، وحالف انه يفضي الاهلي من اللعيبه بتاعته. وغلطه امام عاشور ان هو راح مضى التعاقد معاه. فيا كابتن خطيب او يا اداره الاهلي او يا المسؤولين في اداره الاهلي لازم علشان خاطر كده ادم وطني جاي ونيته انه يفضي النادي الاهلي من النجوم بتاعته. هو بدأ مع عبد المنعم وخد ابو وسام، وبعد كده دخل على امام عاشور اهوت،
وشويه شويه يخش على بين رمضان، وشويه شويه مش عارف ايه. وهو اصلا يعني اللي احنا عرفناه ان هو ادم وطن ده وكيل لعيبه عالمي، واللي ما يعرفش يعني ايه وكيل لعيبه، يعني هو بيمضي عادي مع اللعيبه وكانه هو اللاعب، هو اللي بيتعاقد مع اللاعب، هو اي لاعب عاوز يقول اي حاجه هو اللي بيقولها عن طريق قبل اللاعب. يعني هو المتحكم في اللاعب في اي حاجه. يعني لو قال للاعب ما تلعبش هنا مش هيلعب هنا، هنمضي هنا هنمضي هنا، وليه النسبه بتاعته هي دي معروفه، ده وكيل اللعيب. فاداره الاهلي كده في حاجه غلط كده، ادم وطني نفسه في طار وهو ناوي يفضي النادي الاهلي من اللعيبه بتاعته. فنشوف اداره الاهلي هتعمل ايه، ونشوف هتعمل ايه مع اداره مع امام عاشور بعد التصريحات ديت والكلام اللي اتقال ده. حتى في بوست انا شفته بيقول لك ان اداره الاهلي خلاص مش هترد على التصريحات ديت، ان الاهلي اكبر من كده بكتير، وطبعا الاهلي عارفين انه اكبر من كده بكتير. الخبر اللي بعده، هو تريزيجيه لما الماتش اللي فات عمل اشاره كده للجماهير او عملها لعم حربي زي ما اتقال، الدنيا قامت وما عادتش، وان انت ازاي تعمل لجمهور الاهلي كده. لان جمهور الاهلي اللي احنا كلنا عارفينه، جمهور الاهلي او جمهور الزمالك او جمهور الاسماعيلي، الجمهور هو رقم واحد. والجمهور هو اللي يقول لك انت حلو او انت وحش. وكلكم لعيبه او كل الانديه لاسعاد الجمهور. يعني الجمهور هو انت شغال عشان تساعده. فطلع النهارده كلام او طلع تصريحات او طلع توجه شديد من اداره الاهلي، وخصوصا من كابتن وليد صلاح، ممنوع منعا باتا اي اشاره او انتقاد او اي لفظ او اي توجه للجمهور في الملعب، في السوشيال ميديا، في الشارع. يعني اي لعيب هيوجه اي اشاره مهما كانت الاشاره لاي لاعب من اي لاعب للجمهور هيتحاسب. وده بامانه يعني انا شايف ان القرار ده حلو، ان انت قدرت جمهور الاهلي، الجمهور اللي هو بيقف جنبكم، الجمهور اللي انتوا اصلا جايين عشان تساعدونا، انتوا بتاخدوا ملايين عشان تساعدونا. فده قال لي واجب. حتى الشناوي رد عليه النهارده وقال له يا كابتن وليد احنا نستاهل اللي بيحصل فينا، احنا اللي عملنا في نفسنا كده. لما قائد الفرقه يقول لك كده يبقى تعرف ان في مشكله كبيره، وهم حسوا ان في مشكله فعلا كبيره، وحسوا ان الجمهور غضبان منهم، وحسوا ان هم مش من الفلوس اللي بياخدوها دي حرام انهم ياخدوها. فالكابتن الشناوي قال له احنا نستاهل يا كابتن اللي حصل فينا. في غربله، وغربله كبيره قوي، وخصوصا في الاجانب. امتى؟ في الانتقالات الشتويه اللي في يناير. هتقول لي غربله؟ ده هم لسه عاملين. هقول لك في غربله، وغربله كبيره، وخصوصا في الاجانب، ما عدا محمد بن رمضان. يعني ما تتفاجئش لو لقيت اشرف داري او بن شرقي او ديانج او اي حد من الاجانب، 2 منهم مشي. ما تستغربش. الاهلي بيعيد ترتيب الورق. ما قلت لكم في اول الحلقه، الاهلي ليه كبوه، وكل مده ليه كبوه، فبيحاول يعدي الكبوه دي بسرعه، فبيعيد ترتيب ورقه. ايه اللعيبه اللي انا مش محتاجها، ايه اللعيبه اللي بقت عاليه عليا، ايه اللعيبه اللي مش عارف ايه. يعني احتمال ممكن تلاقي ماشي تريزيجيه بالمره، مش بعيده. مش احتمال ممكن تلاقي جايب لعيب من اللي هم مشوا، مش بعيده. الاهلي دلوقتي بيعيد ترتيب ورقه. ده الكلام اللي قلته في اول الحلقه. النهارده الكابتن وليد صلاح الدين تكلف رسميا من اداره الاهلي انه يقعد مع ال6 لعيبه اللي سوف ينتهي تعاقدهم بنهايه الموسم بعد ماتش الزمالك، وعلى راسهم احمد عبد القادر، حسين الشحات، ديانج، وبيكهام عشان واخد جايب سنه اعاره، سنه واحده، والثلاثه عشان خاطر العقده بتاعته ما تنتهي. فبعد ماتش الزمالك اللي جاي يوم 29 بعد الماتش، كابتن وليد صلاح الدين هيبدا يفتح معاهم كلام والتعاقدات. يا ابني احنا هنعمل لك العادي بتاعك بكذا، ماشي، لا الف سلام. ده اللي هيحصل
مع اللعيبه، وده اللي هيحصل مع اي لعيب بعد كده. العرض يا ابني احنا بنقدم لك كذا، عاجبك مش عاجبك اتكل على الله. ونصيحه، نصيحه مني انا بقى، بص لقطاع الناشئين، بدل ما تروح تجيب لعيبه وتمشيهم او تجيب لعيبه كل واحد فيها عاوز يعمل مستره، بص لقطاع الناشئين، اضغط على المدربين بتوع قطاع الناشئين يطلع لك لعيبه زي زمان، زي زمان كده، لعيبه من الناشئين يطلعوا يبقى نجوم. دي نصيحه لاداره الاهلي، واكيد هم عارفين حاجه زي ديت، واكيد هم عاملين حسابهم في حاجه زي دي. كده كان كلام على الادم وطني، وكده بقول لك مبروك للجمهور الاهلي ان هو رجعت له حقه. تريزيجيه ما خدش عقاب، بس الكلام كله النهارده ممنوع. الاهلي ده الجمهور ده هو رقم واحد. من الاخبار اللي انا استغربتها النهارده، خبر بيقول لك ايه، هو بص، لما كريستيانو رونالدو ياخد نسبه 25% من النادي اللي هو نادي النصر السعودي، انا ما اتفاجئش. لما يعمل استثمار، هو راجل لعيب كوره وعنده استثماراته، انا ما اتفاجئش. بس اتفاجئ لما حد من الصحفيين يطلع يقول اقترح احد المساعدين على كريستيانو انه يعمل استثمارات في افريقيا. طب فين في افريقيا يا عم؟ قال له لا في النادي الاهلي لا في الزمالك. فلما سال قال لك لا، النادي الاهلي مستثمرين كتير ومش هينفع، فروح الزمالك. فيطلع خبر يقول لك ان كريستيانو هيبقى هو رئيس شركه الكوره في نادي الزمالك. هتيجي تسالني هي في شركه كوره في نادي الزمالك؟ هقول لك مفيش شركه كوره في نادي الزمالك، بس احتمال يعملوا شركه كوره. فلما تعمل شركه كوره وتجيب كريستيانو دي حاجه كبيره، بس لو الخبر صحيح يا رب يكون صحيح. بس انا مستغرب بس من التصريحات الغريبه. ده خبر من الاخبار يعني الفكاهيه او الكوميديه اللي محدش هيتوقعها، وممكن الله اعلم يطلع كلامهم صح وكريستيانو رونالدو بعد ما كان في الفرق الكبيره ديت وبتاع يجي الزمالك. الزمالك فريق كبير برضه، ويمسك يبقى رئيس يعني رئيس شركه الكوره، يا مسهل. وده كان خبر. وخلاص كده اخبار النهارده انتهت. مبروك لصلاح، النهارده دخل جونين في اول 6 دقايق. ويا ريت يا كابتن محمد صلاح، يعني انا بحبك، واحد من الناس بحبك، انا غرباوي زيك من طنطا، انت من جنب بسيون. بس يا كابتن محمد صلاح انا بشوفك بره غير جوه، وكل جماهير مصر كلنا بنحبك وكلنا فخورين بيك، بس بنشوفك فعلا في ليفربول غير منتخب مصر، انت قيمه وقامه. وشكرا. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والتعليق لاخوكم رضا النشار، وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجديده. وقبل ما تمشوا صلوا على النبي كده واقول لكم سلام.